اللقا نصيب والرزق نصيب والسعد نصيب. ده اللي حصل مع عم ربيع بياع البرتقال الغلبان اللي أصبح حديث مواقع التواصل في العالم كله، وكان فارش ب3 أو 4 أقفاص برتقال. وأول ما شاف عربيات المساعدات اللي طالعة من القاهرة رايحة غزة، جري ورا العربيات وبقى يحدف البرتقال، ياخد من الرزق بتاعه، البرتقال بتاعه، يحدف العربيات ويبعت لغزة ويقول يا رب توصل لغزة، وعمال يدعي لأهل غزة. طبعا بالصدفة حد صور الفيديو وهو بيرمي البرتقال في العربية، وانتشر الفيديو انتشار النار في الهشيم ولف العالم العربي كله. وامبارح عمرو أديب أعلن عن تبرع أحد رجال الأعمال بعمرة وبحج وبمحل لعم ربيع. سبحان الله، لم يكن يتصور ذلك على الإطلاق، لكن هي إرادة الله سبحانه وتعالى وعشق المصريين لأهالينا في غزة. وده الشعب المصري الجميل الطيب، ودايما بقول مصر حلوة بناسها في الحقيقة. عم ربيع زي ما انتم شايفين الفيديو اللي بعرضه يمكن تحول إلى أيقونة. ملايين العرب والمسلمين، وحتى سواء داخل مصر أو خارج مصر وفي مختلف دول العالم، بقوا يرسموا رسومات جميلة لعم ربيع وللبرتقال، وبيصوروه كأنه في الجنة وماسك البرتقال وبيحدف على أهالينا في غزة. مشاعر إنسانية نبيلة وعظيمة جدا في الحقيقة، تؤكد عظمة هذا الشعب المصري. وأنا دايما كراجل صحفي وكمصري دايما بفخر بقول لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. شكرا لعم ربيع. ودي أقوى رسالة من شعب إلى شعب في الحقيقة، من شعب مصر إلى شعب فلسطين إن شاء الله.